من الأخبار المحزنة اللي الواحد سمعها النهاردة هي وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي. فندعي لها بالرحمة، ربنا يا رب يرحمها وربنا يا رب يصبره على ما بلاه ويعينه. هو راجل ما شاء الله قدوة لينا وقدوة لناس كتيرة جدا، فربنا يا رب يحفظه ويبارك له في أولاده ويرحمها يا رب ويرزقها الجنة ونعمها بإذن الله، ويعني يلهم ذويها الصبر والسلوان ونطلع من اللي حصل ده بموعظتين. إن العالم المريضة اللي هي أعدائه أو الناس اللي بتنافسه والعياذ بالله شمتانة في حاجة زي كده، إنه عنده ظرف أو ابتلاء زي كده، اشمت زي ما أنت عايز هيترد لك. والحاجة التانية، دوام الحال من المحال، الدنيا ما بتدومش على حال واحد، فنخلي بالنا عشان هي زائلة وفانية، ودوام الحال من المحال والدوام لله سبحانه وتعالى، والآخرة هي الباقية. فربنا يا رب يعينه، كلنا بندعي لها بالرحمة وبندعي لك يا شيخ عبد الله. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي مستنين وعيتك والعياذ بالله بيشمتوا في مرض او في موت، فربنا يعينهم على حالهم. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يا رب يرحمها ويرزقها الجنه ونعمها باذن الله ويلهم ذويها الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.